قناة الموعظة السلفية تقدم لكم. جاء ضماد الأزدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال: يا محمد. قالوا له: محمد هذا مجنون، مثل ما يقال اليوم على أتباع سنة محمد عليه الصلاة والسلام، يوصفون بأبشع الأوصاف، إنها الطريق يا عبد الله، هي نفس الطريق وهي ذات الطريق، الطريق الذي سار عليه محمد صلى الله عليه وسلم يسير عليه حملة سنته اليوم. فهذا المشوه وهذا المحذر وهذا المكذب لهم وهذا الصاد عنهم. ولكن هناك من يريد أن يتحقق. ضماد رضي الله تعالى عنه قالوا له: محمد مجنون. ضماد قال: إني رجل يشفي من هذه الريح، أنا أذهب أعالجه. سبحان الله. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في مسلم، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، إني رجل يشفي من هذه الريح، إني رجل أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي من شاء على يدي، فهل لك؟ أيها المجنون. كان يظن هذا قبل أن يسلم رضي الله تعالى عنه: أنا سأعالجك وأخرج المس الذي فيك وأخرج هذه الأرواح الشيطانية منك، سأعالجك. قومك يقولون أنت مسحور ومجنون، عندي علاجك. فماذا صنع نبينا عليه الصلاة والسلام؟ لم يغضب في وجهه ولا شتمه، إنما قال له: الحمد لله، نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. هذه الكلمات التي يحبها أهل السنة، علماؤهم، معلموهم، خطباؤهم، وعاظهم، دعاتهم، يجعلونها في مواعظهم وبين يدي حاجاتهم، لما فيها من البركة والخير، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص عليها وعلى وعظ الناس بها من أول أمره. الحمد لله، نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: يا محمد، أعد علي كلماتك هؤلاء. يا لها من كلمات، لكن للأسف لعلها لا تمس شغاف كثير من القلوب اليوم. لكن ضمادا رضي الله تعالى عنه جاء مشركا كافرا فسمعها فاهتدى للإسلام وانشرح صدره للتوحيد وللسنة ولما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الحق من سماع واحد. أحب أن يسمعها مرة أخرى. أعد علي كلماتك هؤلاء. قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله، نحمده ونستغفره، في بعض الروايات ونستعينه، هي ثابتة كذلك. أما نستهديه فليست ثابتة في ألفاظ هذه الخطبة، ونسأل الله الهداية لنا جميعا. لكن الكلام من حيث ثبوتها في ألفاظ هذه الخطبة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ليس بجنون، إنها الهداية يا ضماد، إنها الهداية يا ضماد. إنه نور الله سبحانه وتعالى الذي شرح به صدري، إنه ما جاء به الناموس من الخير والحق والصلاح والسداد. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله. إنه التوحيد يا ضماد وليس الجنون. التوحيد أردت أن آخذهم من عبادة القبور، ومن عبادة الموتى، ومن عبادة الحجارة واللات والعزى، ومن عبادة الأصنام التي يصنعونها من التمر ثم يأكلونها ويخرونها. أردت أن آخذهم من عبادتهم للشياطين واعتقادهم في النجوم. أردت أن آخذهم إلى المعتقد الصحيح، أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأنه لا يسأل إلا الله، ولا يستعان إلا بالله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يستعاذ إلا به، ولا تصرف العبادة إلا إليه يا ضماد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لم يشبع قلب ضماد من سماع هذه الكلمات الجميلة، لم يشبع. أعادها عليه النبي مرة ومرتين وثلاثا. قال: والله لقد سمعت كلام السحرة وكلام الكهنة وكلام العيافة، فما سمعت بمثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناقوس البحر فابسط يدك أبايعك. خطبة الحاجة أسلم لما سمعها. أين قلوبنا اليوم يا أيها الناس؟ نسمعها في كل خطبة، ونسمعها في كل محاضرة، ونسمعها في كل تذكير. الفرق في القلوب. والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.